طيب حبايبي الحلوين طلاب تانية ثانوي، المفروض ان احنا هنعمل ريفيجن على ليكتشر 2، بس مفيش ما يمنع نراجع معاها 1. ويبقى احنا في هذا الفيديو قلنا كل ما يخص ليكتشر 1 وليكتشر 2 في منهج الترم الثاني اللي نقدر نقول عليهم شابتر 1 كامل. شابتر 1 كامل. طيب في شابتر 1 درسنا مع بعض حاجة اسمها وورك، وعرفنا يا ولاد ان الورك هو العمل اللي تم انجازه. يعني ايه عمل تم انجازه؟ يعني انا عندي صندوق في اوضتي، دخل عليا والدي قال لي بعد اذنك روق الاوضه، بدل ما الصندوق ده في النص شغل نفسك شويه، خلي فيه ورك ضم وحرك الصندوق. فانا رحت زقيت الصندوق كده في فورس، لما زقيت الصندوق مشي ديسبليسمنت معينه، فنقول ان كده في ورك ضم. واضح ان الورك هو ناتج وجود فورس بتزق الصندوق او بتزق الاوبجكت وتحركه ديسبليسمنت معينه. من هنا جه قانون الورك اللي بيقول ان الورك بيساوي فورس في ديسبليسمنت، ورحنا احنا ضايفين ومزودين كوزين سيتا. سيتا دي هي الانجل اللي بين الفورس والديسبليسمنت، وعرفنا ان سيتا دي يا ولاد اتضافت عشان نعرف قد ايه من الفورس بيزقني في اتجاه الديسبليسمنت. وما تقلقش هي مش هتأثر في حاجة، يعني على سبيل المثال هنا سيتا بزيرو لان الفورس والديسبليسمنت مع بعض مفيش انجل ما بينهم. فلو جيت تجيب الورك قلت لي فورس في ديسبليسمنت في كوزين سيتا اللي هو في كوزين زيرو، انت عارف على الآلة الحاسبة كوزين الزيرو بكام؟ ب1. فأكنك بتعمل الفورس في الديسبليسمنت في 1، أو أكنك بتقول لي إن الفورس كلها بتزقني في اتجاه الديسبليسمنت. طيب لو جينا اتكلمنا على اليونت، بما إننا كتبنا القانون، فالورك بيقاس بالجول والديسبليسمنت بالنيوتن، سوري أنا آسف، والفورس بالنيوتن والديسبليسمنت بالمتر، يبقى جول بتساوي نيوتن دوت متر. الحلوة الجميلة دي بقى، الحلوة الجميلة دي، الحلوة الجميلة دي، الحلوة الجميلة دي اللي عليها الكلام كله. الفورس يا ولاد بيجي عليها كذا تركاية لازم تاخد بالك منهم. أول حاجة قانون الفورس اللي خدناه في أولى سنة، في تانية سنة والترم الأول سوري، بيقول إن الفورس بتساوي ماس في أكسلريشن. فأنا ممكن ما ادكش الفورس واديك الماس والأكسلريشن وأنت تقول لي الفورس بتساوي ماس في أكسلريشن. تاني حاجة لو حضرتك شايل حاجة الفورس بتساوي ماس في جرافيتي، والجرافيتي دي كانت رقم ثابت 9.8 approximately equal 10. هفهمك دلوقتي. يعني أنا لو شايل صندوق في إيدي، آدي الصندوق وآدي إيدي، ماسك حاجة في إيدي كده، زي لما أقول لك أنا هجيب مثلا الطوبة دي وأحط الطوبة دي على إيدي كده. سؤال، هي مش الطوبة دي وهي محطوطة على إيدي هي بتزقني لتحت؟ بدليل إن أنا لو سبتها هتقع. فالمفروض إن الأوبجكت ده اللي أنا ماسكه في إيدي بيزق لتحت. طب هو بيزق لتحت ليه؟ يعني هل هو عاقل بيزق لتحت؟ راح واحد قال لي لأ. أمال إيه اللي بيزق لتحت؟ أو إيه اللي بيشده لتحت؟ راح واحد قال لي الجرافيتي صح، الويت اللي هو وزن الصندوق صح، الماس صح. فالفورس اللي بتزق لتحت دي يا ولاد بتساوي ماس في جرافيتي اللي هي بسبب الويت. طيب يعني الطوبة دي بتزق لتحت، طب أنا لما أحط الطوبة دي على إيدي كده ليه ما بتنزلش لتحت؟ مش هي بتزق لتحت؟ لأن إيدي بتزقها لفوق. ما هو أنا إيدي بتزقها لفوق عشان ما تقعش. فمعنى كده إن الفورس أوف إيدي، الفورس اللي إيدي بتزق بيها قد الفورس أوف ويت. يعني لو دي ب 10 نيوتن لازم تكون دي ب 10 نيوتن عشان ولا ده يكسب ولا ده تكسب، ويفضل الصندوق في إيدي ما يقعش مني. فأنا لو ماسك حاجة في إيدي الفورس بتساوي ماس في جرافيتي 9، والجرافيتي 9.8 approximately equal 10. طب لو في كذا فورس، الفورس اللي هكتبها هنا مين؟ يعني أنا لو عندي صندوق وفي 2 بيزقوه مع بعض مثلا 10 نيوتن و30 نيوتن، وأنا عايز أجيب الورك، هاخد مين، ال10 ولا ال30؟ الاتنين يا ولاد، ما هم الاتنين بيزقوا. يبقى لو في كذا فورس انا هجيب الريزلتنت فورس، وعشان اجيب الريزلتنت الناتج لو كانوا في نفس الاتجاه بعمل بلس،
انما لو كانوا اوبوزيت بعمل ماينس. يبقى الفورس دي فيها كذا تركايه. ماشي، كلام جميل. عرفنا بعد كده ان في حالات بيكون فيها الورك ماكسيمم وفي حالات بيكون فيها الورك بزيرو. امتى يكون الورك ماكسيمم وامتى يكون الورك بزيرو؟ الموضوع كله معتمد على سيتا. لو كانت سيتا بزيرو زي المثال ده، ساعتها الورك بيكون ماكسيمم، لان الورك هيساوي فورس في ديسبيسمنت في كوزين زيرو. وخلاص انا فهمتك وعرفتك ان كوزين الزيرو ب1، فيطلع معاك يا دكتور في الحالة دي ان الورك بتاعك ماكسيمم. ماشي، وهيساوي فورس كلها في ديسبيسمنت. طب امتى يكون، اكد لك برضو ان هنا كده الفورس والديسبيسمنت في نفس الاتجاه. طب امتى يكون الورك بزيرو؟ لو كانت سيتا ب90. يعني ايه؟ يعني الفورس في اتجاه بيربنديكولار على الديسبيسمنت. طب ليه؟ لان لو حضرتك جيت تحسب الورك فورس في ديسبيسمنت في كوزين سيتا اللي هي 90، هتلاقي ان على الآلة الحاسبة كوزين ال 90 بزيرو، فبالتالي الورك بتاعك هيطلع بزيرو. دي بتيجي في الأسئلة بانه يقول لك كلمة اسمها ليفت، يعني يرفع. يعني ايه ليفت؟ يعني انا عندي دمبل في الجيم، الدمبل ده انا بشده لفوق والدمبل بيطلع لفوق، كده الفورس والديسبيسمنت في نفس الاتجاه وسيتا اللي ما بينهم بزيرو، فيبقى الورك ماكسيمم. ودي تيجي في الامتحان كلمة اسمها كاري، يعني يحمل. خد بالك من الفرق. يعني انا ماسك الدمبل في ايدي عشان ما يقعش، كده الفورس لفوق، ماسك الدمبل كده في ايدي مش برفعه، خلاص رفعته. وانا ماسك الدمبل في ايدي بمشي لقدام، فكده الديسبيسمنت لقدام وسيتا ب90، يبقى الورك بزيرو. يبقى شوف الحته دي تحسها حصه انجليزي مش حصه فيزيكس. كلمه ليفت معناها ان الورك ماكسيمم فورس في ديسبيسمنت، كلمه كاري معناها ان الورك بزيرو. طيب في حاله تانية بيكون فيها الورك نيجاتيف، لما انا ازق في اتجاه والديسبيسمنت العكس. يعني لو الفورس في اتجاه كده والديسبيسمنت العكس كده، واديتك مثال عليها. قلت لك زي لما تكون حضرتك طالع جبل وفي طوبه بتقع عليك، فانت بتزق كده، بس لان الطوبه تقيله قوي وانت بتزقها بترجع لورا، فالفورس في اتجاه والديسبيسمنت العكس. يعني لما تكون سيتا بتاعتك يا دكتور مور ذان 90. طيب بعد ما درسنا الورك، عرفنا ان الورك الجميل بتاعنا ده بيتحول لإنرجي. وفي نوعين من الإنرجي يتحول لهم الورك، لأن في طريقتين أنت ممكن تعمل بيهم ورك. فاكر الصندوق اللي كان في نص الأوضة عندي مبهدل الدنيا اللي بابا قال لي روق الأوضة؟ قدامي طريقتين عشان أروق الأوضة، يا إما أزق الصندوق أجيبه جنب الحيطة، يا إما أرفع الصندوق أحطه على الدولاب. فحضرتك لما بتقوم بورك أنت بتعمل حاجة من الاتنين، يا إما تزق الصندوق سرعته تزيد، يا إما ترفع الصندوق بتاعك فارتفاعه يزيد. في الحالتين الورك بيتحول لإنرجي. لو السرعة زادت الورك بيتحول لحاجة اسمها كاينيتيك إنرجي. كاينيتيك إنرجي يا ولاد يعني طاقة حركية. كاينيتيك يعني حركية، يعني السرعة بتزيد. وعرفنا ان الكاينيتيك انرجي بتساوي الورك، لان هو الورك كله بيتحول لكاينيتيك انرجي، يعني بتساوي فورس في ديسبيسمنت. والفنا لها قانون خاص بيها عشان ما تزعلش، هاف الماس في فيلوسيتي سكوير. الكاينيتيك انرجي تقاس بالجول زيها زي الورك لانها بتساوي الورك. الماس بيقاس بالكيلوجرام والفيلوسيتي بتقاس بمتر بير سكند. دايما تيجي تركايه في الامتحان انه يديني يونت الفيلوسيتي كيلومتر بير اور، ساعتها لازم انا احولها لمتر بير سكند، بعمل تايمز 5 على 18. عايزك تحط في ذهنك ان الكاينيتيك انرجي تحب مين؟ تعشق مين؟ تعشق الفيلوسيتي. يعني لو الفيلوسيتي بزيرو الكاينيتيك انرجي بزيرو، لو الفيلوسيتي بتزيد الكاينيتيك انرجي بتزيد، لو الفيلوسيتي بتقل الكاينيتيك انرجي بتقل.
ماشي. طب لو عايز اعمل ريشيو ما بين اتنين كاينيتيك انرجي، فهقول له المفروض الكاينيتيك انرجي هاف الماس فيلوسيتي سكوير. عندي صندوقين بيتحركوا، واحد اسمه 1 يبقى هاف ماس 1 فيلوسيتي 1 سكوير، واحد اسمه 2 هاف ماس 2 فيلوسيتي 2 سكوير. الهاف هتروح مع الهاف ويتبقى ماس 1 في فيلوسيتي 1 سكوير على ماس 2 في فيلوسيتي 2 سكوير. طيب لو انا برفع الصندوق لفوق وبزود الهايت، ساعتها الورك بيتحول لحاجه اسمها بوتنشيال انرجي. كلمه بوتنشيال انرجي يا اولاد يعني طاقه مخزنه. انا بقول لك انت لو مسكت حاجه رفعتها لفوق كده هي فيها طاقه مخزنه. لما ارفعها لفوق كده واحد يقول لي فين الطاقه مش شايفها، اقول له انت عبيط، ما هي مخزنه، هتشوفها ازاي؟ عشان تشوفها لازم اسيب الاوبجكت، وانا اول لما اسيبه ايه اللي هيحصل؟ اول لما اسيب البتاع تقع. وقعت لوحدها ولا انا زقتها؟ وقعت لوحدها، يبقى هي كان فيها طاقه مخزنه بس انا كنت ماسكها، فالطاقه مخزنها فيها انت مش شايفها، اول لما اسيبها تقع. الطاقه المخزنه دي بسبب الهايت، خلي بالك. ما هو لو الهايت بزيرو يعني انا حاطط الطوبه دي على الارض وسبتها مش هتقع، لازم ارفعها لفوق عشان لما اسيبها تقع. يبقى الطاقه المخزنه دي بسبب الهايت. والبوتنشيال انرجي اللي هي الطاقه المخزنه بتساوي الورك برضو، يعني بتساوي فورس اوف ديسبيسمنت، والفنا لها برضو قانون عشان ما تزعلش، ماس في جرافيتي في هايت. طبعا الماس بالكيلو جرام، الجرافيتي متر بير سكند سكوير، والهايت متر. بس في تركايه لازم تبقى عارف ان الهايت خط فيرتيكال. فيرتيكال يا ولاد يعني بالطول. يعني ايه بالطول؟ يعني لو انا قلت لك ان انا طلعت كوبري مسافه 100 متر عامل انجل 30، وحطيت الطوبه فوق الكوبري ولو سبتها هتقع، وقلت لك هات البوتنشيال انرجي هنا، فانت هتقول لي ماس في جرافيتي في هايت، صح؟ هديك الماس والجرافيتي. الهايت هل اخد ال 100 متر؟ لا، الهايت لازم يكون خط فيرتيكال، يعني لازم يكون بالطول، يعني ده الهايت. راح واحد قال لي طب اجيبه ازاي؟ ماس يا اسطى، ترج يا راجل، عندك انجل 30، ده انا حافظ من وانا في اولى ابتدائي ان السايد اللي قصاد ال 30 نص الهايبوتنس، لو ده 100 ده 30. فالهايت لازم يكون خط فيرتيكال. لو سالتك قلت لك البوتنشيال انرجي تحب مين تعشق مين، تقول لي تحب الهايت. لو حبيت اعمل ريشيو ما بين بوتنشيال انرجي الجسمين، فبوتنشيال انرجي 1 على بوتنشيال انرجي 2 هتساوي ماس 1 في هايت 1 على ماس 2 في هايت 2. ليه مفيش جرافيتي؟ لان الجرافيتي اتشطبت مع الجرافيتي. ده كان الدرس الاول. ده الدرس الثاني. الدرس الثالث عندك كان اسمه اللو اوف كونزرفيشن اوف انرجي. اللو اوف كونزرفيشن اوف انرجي معناها بالعربي قانون تحول الطاقة. وعرفنا يا أولاد إن الطاقة بتتحول من شكل لشكل. وعلشان تتمكن من جزئية اللو اوف كونزرفيشن اوف انرجي، خليني أسألك وأقول لك، وأنا لو جبت كرة شطها لفوق إيه اللي بيحصل؟ كرة بتبقى في الأرض، أنا شطها فبقى عندها فيلوستي عالية جدا، مثلا الفيلوستي 20 متر بير سكند. بدأت تطلع لفوق عكس الجرافيتي، الفيلوستي هتقل، تلاقيها هنا ب 10، وهتقعد تقل لحد ما الفيلوستي تبقى بكام فوق خالص؟ بزيرو. بعدين تقع الفيلوستي تزيد، يعني هنا بزيرو هي بتقع، الفيلوستي هترجع تزيد 10 20. فيبقى وانا طالع لفوق الفيلوستي بتزيد. طب مين اللي زي الفيلوستي بيحبها بيعشقها؟ هيزيد معاها الكاينيتيك انرجي. سوري انا اسف، وانا طالع لفوق الفيلوستي بتقل، سوري، كانت 20 بقت 10 0. طب مين اللي زي الفيلوستي يعشقها يحبها هيقل معاها؟ الكاينيتيك انرجي. فتلاقي الكاينيتيك انرجي هنا عاليه، مثلا الكاينيتيك انرجي 20 جول، تطلع فوق تلاقيها قلت 10 جول، وتفضل تقل لحد ما تبقى بزيرو لما تكون الفيلوستي بزيرو، وبعدين تزيد تاني 10 20. طب معلش، وانا طالع لفوق ايه اللي بيحصل للهايت؟ وانا على الارض هنا كده الهايت بزيرو، وانا طالع الهايت بيزيد. هنا مثلا الهايت 10 متر، هنا مثلا الهايت 20 متر اهو، هنا زيرو، هنا 10، هنا 20، وانا بنزل الهايت بيقل، تلاقيه هنا رجع بقى 10، هنا بقى 20. طيب الهايت وانا طالع وهو بيزيد، وانا طالع الهايت بيزيد، مين يحب الهايت يعشقه يزيد معاه؟
البوتنشال انرجي. فتلاقي البوتنشال انرجي هنا الاول الهايت بزيرو يبقى هي بزيرو، تطلع شويه الهايت يزيد البوتنشال انرجي تزيد، تطلع شويه الهايت يزيد تاني البوتنشال انرجي تزيد تاني، وانا بقل البوتنشال انرجي الهايت بيقل والبوتنشال انرجي تلاقيها بتقل برضو، كانت 20 تبقى 10، ولما الهايت يكون في الاخر بزيرو تلاقي البوتنشال انرجي بقت بزيرو. لو حضرتك خدت بالك مجموع البوتنشال والكاينيتيك ثابت، 20 بلس 0 ب 20، 10 بلس 10 ب 20، 20 بلس 0 ب 20. المجموع بتاع الاتنين ده بنسميه ميكانيكال انرجي، وقعدت اقول لك ميكانيكال مجموع، والميكانيكال انرجي دي يا اولاد بتساوي مجموع الاتنين، يعني الميكانيكال انرجي بتساوي الكاينيتيك انرجي زائد البوتنشال انرجي في اي بوينت. ولو حضرتك خدت بالك الميكانيكال انرجي دايما كونستانت، يعني دايما ثابت. ماشي. طب هل ممكن الميكانيكال انرجي تساوي البوتنشال انرجي بس؟ فوق اهو، لان الكاينيتيك بزيرو، فالميكانيكال بتساوي البوتنشال فوق. طب هل ممكن الميكانيكال انرجي تساوي الكاينيتيك انرجي بس؟ تحت اهو، لان البوتنشال بزيرو. يبقى الميكانيكال في اي نقطه بتساوي الاتنين بلس، وممكن اقول انها بتساوي البوتنشال فوق او الكاينيتيك تحت. ماشي. ألفنا قانون وسميته قانون ديفيد من الديفيديات. القانون بيقول لك إن لو حضرتك عايز تجيب الهايت ومعاك الفيلوستي تحت، فالقانون بيقول لك إن هاف الفيلوستي تحت سكوير تساوي الجرافيتي في الهايت. القانون ده يحل لك 90% من المسائل الصعبة، هو قانون مؤلف عشان تعرفوا تحله. ماشي. دي كده أو ده كده كان شابتر 1 كله بأفكاره، عشان لما تحب تذاكره ترجع للفيديو ده. أشوفكم على خير، سلام.